وفكرية من مختلف الأديان والمذاهب والقوميات من داخل العراق وخارجه. انطلقت فعاليات مهرجان الغدير الثقافي الدولي الثالث في العتبة العلوية بمحافظة النجف بهدف تعزيز التعايش السلمي. تقرير راجي نصيرة. انطلقت في العتبة العلوية في النجف فعاليات مهرجان الغدير الثقافي الدولي بنسخته الثالثة بحضور 100 شخصية علمائية وثقافية وفكرية من أديان ومذاهب وقوميات مختلفة من 30 دولة عربية وإسلامية إلى جانب قرابة 1000 شخصية عراقية. وتضمن العديد من الفعاليات والنشاطات. مهرجان يقول القائمون عليه أنه يهدف إلى تعزيز الوحدة ومبادئ التعايش السلمي. هذا المهرجان الذي يتميز بحضور أكثر من 33 دولة وبواقع 100 شخصية عالمية أكاديمية علمائية معروفة. هذا المهرجان لأول مرة تشارك فيه دولة الفاتيكان ب3 من الأساقف. هناك طوائف متعددة، هناك أديان مختلفة، هناك مذاهب مختلفة. نريد أن نؤكد عالمية الغدير، ولهذا نجد أن الوفود والضيوف المشاركين في المهرجان هم من مختلف الجنسيات، من مختلف الأديان، من مختلف الطوائف، من مختلف القوميات. رجال دين شاركوا في المؤتمر طالبوا بالدفاع عن صورة الإسلام الحقيقية المشرقة التي تتعرض للتشويه كل يوم وعلى أيدي المحسوبين على الإسلام، داعين إلى تأكيد الوحدة وتعزيز التعايش السلمي. ما أحوجنا في هذه الأيام العصيبة أن نجعل من مناسبة يوم الغدير مناسبة لتأكيد الوحدة الإسلامية بين المسلمين. اليوم الإسلام في خطر. ما يحصل من فتن بين المسلمين في هذا العالم العربي وبالتحديد بين السنة والشيعة هو خلاف سياسي وليس خلافا دينيا ولا مذهبيا. ولأول مرة يشارك وفد رسمي عن جمهورية الفاتيكان في المهرجان. الوفد أكد في كلمته على المشتركات بين الإسلام والمسيحية وبقية الأديان السماوية، وأن العنف الذي يجري حاليا لا علاقة له بالدين أو الرب، معتبرا أن قتل الناس بسم الله خيانة عظمى. واسمحوا لنا أن نؤكد أمام هذا الحفل الكريم أن أي شكل من أشكال العنصرية والتطرف والقتل باسم الله هي خيانة للدين الإسلامي وللمسلمين. لذا وجب علينا وعلى كل المؤمنين رفض اتخاذ الدين لأغراض الهيمنة السياسية والطائفية والمذهبية والمكاسب الشخصية. المهرجان الذي أقيمت فعالياته على أرض المرقد العلوي وعلى مدى 3 أيام شهد تنوعا واسعا في الحضور وإجماعا على تشجيع الوسطية والاعتدال والتعايش والمحبة تطبيقا لمبادئ الإسلام وتأسيا بمنهج الإمام علي بن أبي طالب الذي أقيم المهرجان في حرمه الشريف. مهرجان ثقافي عالمي يجمع كل الأديان والأطياف والمذاهب والمكونات، يهدف إلى إشاعة مبادئ السلام وتعزيز روح المحبة. من داخل العتبة العلوية بالنجف، راجي نصير، الحرة.